لماذا اخترنا 16 افريل ذكرى الوفاه والناس قالوا انتم تحتفلوا بوفاه الناس؟ والمفروض قال لا الناس اولا كانت الجزائريين كي نقول الجزائريين جمعيه العلماء كانوا يحتفلون بيوم 16 افريل ماشي يحتفلوا يعني ينشطون يديروا توعيه كذا قبل استعاده الاستقلال. هذا من البدع نتاع جمعيه العلماء، معليش البدع المليحه نتاع جمعيه العلماء. اذا ف 16 دوله في 66 ولا 67 رسخت هذاك، لكن علاش 16 ماشي 4 ديسمبر عيد ميلاده؟ كاين واحد يقولوا له إيميل فيليكس غوتي، إيميل فيليكس غوتي، هذا شيطان يمشي على رجلين. هما كل الفرنساويين اللي كانوا هنا شياطين، هو شياطين قراد عليهم شويه عالي عليهم. وهذا الكلام نقلته عن سي مولود قاسم رحمه الله في 84. كنت جالسا خلفه في فندق السفير وتكلم واحد شويه لمزه في بن باديس، زعف مولود قاسم رغم انه سياسيا مولود قاسم من حزب الشعب، حزب الامتيال دي حركه انتصار الحريه الديمقراطيه، ومع ذلك يعني يحب الجزائريين ويحب بن باديس وكما يحب كل الوطنيين. فقال هذا إيميل فيليكس غوتي ما قاله لوي ماسينيون في 36 كما ذكر الأستاذ مالك بن نبي في مذكراته في الكوليج دو فرانس عندما سمع بوفاة الإمام ولا الشيخ محمد رشيد رضا. قال تنفس الصعداء وقال مات تهنينا منه. هذا ماسينيون يقول الكلام هذا على رضا في 36. غوتي إيميل فيليكس غوتي مشهور بكتابه العصور المظلمة، وهي الفترة الإسلامية في شمال أفريقيا. مطبوع كتابه من الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنساوي، هذه يسميها فترة مظلمة. النور، البركة، الخير، العلم كذا جاء مع فرنسا والعياذ بالله. إيميل فيليكس غوتي قال نفس الكلام اللي قالوا ماسينيو في 36 في 40 كما سمع بن باديس توفى بن باديس. قال أنا لفرنسا أن تمد رجليها أن يطمئن جنبها في الجزائر. لكن شوف ربي كي ينطق العباد الصالحين نتاعو. لما مات بن باديس واش قال محمد العيد آل خليفة وهو يؤبنه؟ نم هانئا، ارقد مهني يا بن باديس، نم هانئا فالشعب بعدك راشد يختط نهجك في الهدى ويسير. احنا ما نحتفلوش ببن باديس كشخص، نحتفلوا الفكر تاع بن باديس. لا تخشى ضيعة ما تركت لنا سودا. هاو إذا كان قلت أنت مات بن باديس تهنينا منه، هام الوراث نتاع بن باديس. لا تخشى ضيعة ما تركت لنا سودا فالوارثون لما تركت كثير.